وروح الوطنية العظيمة وعطائه الإنساني المميز. طيب دلوقتي حسب اجراءات تسميه البابا الجديد زي ما يعني بيتقال في الصحافه ومعروف لدى البعض ان هتاخد حوالي شهرين فتح باب الترشح يوم الجمعه زي ما بتقول الاهرام، انما الاجراءات طويله. لسه اعضاء المجمع المقدس هيختاروا هيعملوا زي تصفيه للمرشحين، هيتم انتخاب 3 الاكثر اصواتا، ثم يتم اجراء يعني استيفاء واحد من الثلاثه. هناك من يقول ان في هذا الوقت الذي يجد فيه في الساحة الداخلية الحزبية في مصر أو الساحة الداخلية بعض التشدد الديني الإسلامي، ربما يلجأ أعضاء المجمع المقدس إلى اختيار ناس في الكاتدرائية أيضا لهم تشدد مسيحي، وهذا يبقى يعني في نوع من الخطورة. يعني أنا عايز أقول أولا عملية اختيار خليفة البابا ليست جديدة وليست بدعة، هي معروفة ومستقرة ومتفق عليها في الدين المسيحي عبر قرون طويلة. وعملية التصفية هي اللي بيبقى مسألة خاصة بأعضاء المجمع المقدس، وأعتقد أن هم بيبقوا 7 ثم 5 ثم 3 بالتصفية، ثم ال3 بتجري فيما بينهم ما يسمى بالقرعة شبه الربانية لو صح التعبير، لأن بيجي طفل صغير مغمض العينين بيمد ايده وبيختار ورقه بشكل عشوائي بين ال3. ده الاسلوب المتفق عليه. المجمع المقدس ليه دور في اختيار ال7 مثلا. طبعا، ثم ال5 ثم ال3. هو التخوف من اللي انا بقوله ان دلوقتي الساحه فيها بعض التشدد في الدين الاسلامي، ربما يلجأ المجمع الى اختيار شخصيات يعرف لها التشدد. يعني انا اعتقد ان الحكمه والوطنيه هتقتضي اختيار المناسب، وقداسة البابا شنودة عليه رحمة الله لم يكن هو فقط الحكيم الأوحد في الكنيسة المصرية، لكنها الكنيسة المصرية بيت وطني مصري عريق يضم الكثير من الحكماء ومن أصحاب المواقف الوطنية البارزة، وهي ليست جديدة على الكنيسة، موقفها تاريخيا عبر كل العصور والأزمنة في مختلف المراحل التاريخية. ونفس الشيء لدينا في مؤسسة الأزهر المعبرة عن جموع المسلمين، ولدينا أيضا شيخ جليل هو الدكتور أحمد الطيب، ولدينا نفس الحكمة. وأنا متفائل شعب مصر في الأزمات وفي المحن يتكاتف ويظهر معدنه التاريخي الأصيل ويتجاوز المحنة ايا كانت باقل قدر ممكن من الاضرار. انا لا اشارك المتشائمين تشاؤمهم، وانما انا اميل الى التفاؤل كثيرا ان شاء الله. الجمهورية بتقول على صفحتها الاولى: ثورة على تشكيل اللجنة التأسيسية، الاحزاب بتهدد بالمقاطعة والصوفيون ينظمون وقفة احتجاجية، شباب الثورة البرلمان خدع الشعب ونرفض احتكار التيار الاسلامي. ويبقى السؤال، يعني اذا كنا صوتنا بأيدينا لهذا البرلمان، وإذا كنا منحناه صلاحيات، وإذا كنا فوضناه في ترتيب أيام المستقبل وخطوات المستقبل، لماذا الآن الاعتراض؟ هي الاعتراض جاي من الإحساس بالصدمة. الصدمة جاية من أن الرأي العام المصري كله اتمهد له وهيئ لأن هيكون قرار مجلس الشعب والشورى بأن يكون تمثيلهم في اللجنة التأسيسية بنسب تتراوح من 20 ل 30%. اسمح لي سؤال هنا عشان برضو اتفضل يا فندم. دلوقتي المعترضون يقولون ان هذا يخالف الدستور، ان المادة 60 في الاعلان الدستوري بتقول ان اعضاء مجلسي الشعب والشورى ينتخبون. كويس؟ تمام. ينتخبون حتى لو خدنا منهم 20%، ما هم برضه انتخبوا انفسهم. بالضبط. يعني ما هم لا، ما هو اعضاء مجلس الشعب والشورى لابد ان يمثلوا في اللجنه التاسيسيه، لانهم منتخبين من الشعب ولانهم قوه اساسيه ورئيسيه في الشارع المصري وفي الشعب المصري. لكن هو الخلاف على النسبه، يعني هو